اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اكله كده حرشه وحلوه. معايا السردين ده، اللي مش سردين، بسارية صغننه كده اهي. جبت منها وغسلتها وسبتها تتصفى. ومعايا هنا جمبري برضو غسلته ونضفت الزوايد اللي فيه كده وسبته يتصفى. وهنا سمك نضفته. السمك ده خلي بالكوا خنين يا جماعه، في بطروخ مبطرخ يعني، بس انا بشيل بس بطنه وبسيب البطروخ يعني وبحشيه. حشيه بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وفص توم. بس وهنشويه. ومعايا هنا طبعا طماطم للسلطه وبصل اخضر وبصل للرز وبقيه الحاجات هنشوف مع بعض يعني. ومعايا رز غسلاه وهنا كرفس. ومعايا فلفل وليمون وتوم. ده طبعا لزوم والتوابل طبعا ملح وكمون زي ما اتفقنا. هنروح بقى نشوي السمك الاول وبعد كده نكمل. اه يا حبيبي، حطيت حبه زيت في الحله هنا عشان الرز. هنزل البصله واحمر بقى البصله دي، عايزاها ايه؟ توصل للون جامد عشان بقى البخار وكده. حط بس عليها رشه ملح وهسيبها بقى ايه، ولما تبدا تاخد لون هرجع لها. اهو يا حبيبي بقى وصل الدرجه دي كده. احط عليه حبه سكر واقلب بقى ايه تبقى فيه. انا عايزاه يبقى بصله تبقى غامقه حلوه. متخافوش، هي مش محروقه ولا حاجه، هي بس هي الرز بالبصله ده بيبقى بيحتاج البصله غامقه كده، عشان هي لما تبقى فاتحه ما بيبقاش، انا ما بحبوش فاتح بصراحه. بس يعني لو انت عايزاه فاتح فتحي البصله عن كده اهو. وهنزل برضو بحته تومه من اللي هي بتاعت السمك دي كده، اخر حاجه دي كده خالص بقى اهو. تلاقي الريحه بقى ايه تقلب اول ما نحط حته التومه دي، سبحان الله تبقى جميله. بس وهننزل بقى بالميه، معيار الرز اللي انت عايزاه، وهسيبه بقى يغلي، الميه تغلي كويس. وبعد كده ايه، وهحط انا عبر الميه بتاعي وهرجع لكم تاني. بصوا يا حبيبي، حطيت صينيه كده اهي، وهقلب بقى ايه السمك في الرده كده واشويه. السمك بتاع الشتا ده خلي بالكم بيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى مسكر وحلو اهو. بصوا ما بياخدش وقت، خلي بالكم، وسهل وبسيط يعني. وهنكمل بقى ايه، هنعمل رز بالبصل مع بعض ان شاء الله، رز صياديه عشان لزوم بقى الاكله الحلوه دي. مش عايزه تعملي رز اعملي عيش عادي، اي حاجه زي ما انت عايزه يعني. هكمل بقى انا بقى عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. بصوا يا حبايبي بقى، انا مسكت حبه كرفس كده كام عود، يعني حبه حلوين كده كرفس اهو. خرطتهم وطماطمتين وبصلايه كبيره وقرن فلفل. وهنا دقيت التوم اللي وريته لكم، وقرن فلفل حامي ونص قرن فلفل بارد كده اهو. هحط برده بصوا حته اهي من التومه دي كده، حته حلوه كده، وحبه كمون اهو، ورشه ملح. بس ما تكتريش برده الملح عشان احنا حاطين على الخلطه التانيه دي. عشان نسيت اخرط البصلايه دي، هكملها معاكم اهو. بصوا بقى يا حبايبي هعمل ايه، هنزل بنص السردين البسارية دي في الصينيه هنا، وهقلي حبه يعني، هنزل بنصها هنا وهقلي الباقي طبق بس كده، عشان انا ابني بيحبها مقليه، ما بيحبها الصينيه. وخلي بالك نسبه الكالسيوم في البسارية دي عاليه جدا، ملهاش علاقه بقى كبيره او صغيره. وادعكها بقى ايه كلها كويس كده في بعضها. عارفين والله صينيه السردين دي
الخلطه اللي انا بقول لكم عليها دي روعه، تبقى جميله تحفه تعجبكم، حلوه جدا يعني. وهولع عليها ايه البوتاجاز من فوق كده شويه، حاجه بسيطه كده، مش هحط لها ميه ولا اي حاجه، هي تنزل ميتها، الخضار ده كله هينزل ميته بس. وبعد كده هحطها تحت الشوايه تاخد لون حلو كده، بس هحطها بقى وارجع لكم. اهو بصوا يا حبايبي بقى ايه، مسكت هنا بصلايه كبيره وطماطمتين وقرن فلفل كوبي، وهنا ده توم على فلفل حامي على فلفل بارد مدقوق اللي كنا وريته لكم من شويه واحنا بنعمل سلطه السردين. بس وليمونه. وهنا العيدان اللي هو العود الكرفس مش الورق. بصوا هنا عندي الورق اهو، بس الورق ده يعني هيغمق الشرب، فاحنا خدت كام عود بس كده، العيدان اللي فوق بس مش الورق. بس كده. وهنزل بقى بده كله، هنزل بالجمبري اهو الاول اهو، انا غسلاه طبعا كويس ومصفياه، وهنزل بكل الطماطم والبصل والفلفل والثوم وكله اهو. وهنزل بالليمونه، اعصر الليمونه كده شايله بذرها وهسيب القشره فيها. نسيت اقول لكم يا حبايبي معلش بقى، صينيه البسارية دي اللي احنا عملناها سوا، انا حطيت لها ليمونه، نسيت اقول لكم ان حطيت ليمونه عليها يعني، بس انا حطيت بعد كده يعني ليمونه وسبت قشرها برضو عليها. بس هننطقه بقى كده كويس. هنحط بس التوابل بتاعتنا الاول، كمون اهو وملح وبس، مش هزود ملح دلوقتي عشان طبعا الطعم كان عليه ملح، انا ده الملح. هنطقه كده وهحطه على البوتاجاز ياخد يعني تشويحه كده مع الخلطه دي كلها كده. بعد كده بقى ايه التومه، بس ايه عشان التومه مدوقه اهي، ياخد تشويحه حلوه كده مع بعضه كده. وبعد كده هوريكم برده، هروح اوديه احطه على البوتاجاز. بصوا صينيه البسارية انا والله ريحتها قلبة الدنيا. بصوا انا سويتها كده من فوق، هتاخد بس وش. لو انت عايزه تولعي الفرن عليها من الاول عادي برده، بس هي عشان صغيره فانا عشان كده عملت الخطوه دي يعني. سويتها ورشه زيت كده، واحطها بقى ايه تحت الشوايه. انا ولعت الشوايه، احطها ايه تحت الشوايه دي تاخد لون يعني. بس وادي الجمبري اهو على النار. خلي الجمبري ما بياخدش وقت اهو، هياخد بس تشويحتين كده مع بعض مع الخضار كده. وبعد كده ايه نزود له بقى شوربته. لو انت مش عايزه شوربه اكتفي على كده، حط له بس ربع كوبايه ميه. انما احنا عشان عايزين شوربه فاحنا عايزين ايه يعني شوربه، بيحبوا الشوربه، وطبعا الجو تلج عندنا في اسكندريه. بس هنحط بس نسقط الرز بقى مع بعض اهو يا حبايبي. بصوا هنزل بقى اسقط الرز، وظبطت له طبعا ملح وحطيت له رشه كمون وبس كده، مش بحط اكتر من كده انا على الرز اهو. بس تقليبه كده يا دوبك يتشرب كده، واروح ايه مقلباه كتقليبه واغطي عليه اهو. بصوا الجمبري هنا اهو، بصي نطقيه كده هيعجبكم ان شاء الله. الطريقه دي حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم. بصوا خد تشويحه مع الخلطه دي من غير ميه ولا اي حاجه. هنزل بقى بالميه الشوربه طبعا اللي انا عايزاها، وهزود حبه كمان عشان احنا بنحبها. هجيب حبه ميه كمان وارجع لكم اهو يا حبايبي. حبه الميه كمان. طبعا الشوربه دي لو انت مش عايزاها بلاش تعملي كده من غير اي ايه ميه، حطي بس ايه زي ما قلنا ربع كوبايه عشان ما يعملش منك يعني. بس هي الخضار ده خلي بالكم برضو بينزل ميه يعني. هسيبه بقى، مش هحط له ملح، انا حاطه له طبعا ملح بس انا برضو مش هسيبه. هيغلي، هو الجمبري ما بياخدش وقت، هيغلي غلوتين بس واطفي عليه بس كده يا حبايبي. هسيبه بقى ايه يغلي غلوتين والرز يكون استوى. وهقلي سايبه لابني عشان ما بياكلش السمك المشوي، سايبه له سمكتين هقليهم له انا بقى مع نفسي، وسردينتين كده عشان برضو ما بياكلش السمك السردين الصينيه ده وبس. وبعد كده هوريكم الاكل في الاخر، وهنعمل بقى طبق سلطه حلو كده وهوريكم بقى في الاخر عشان برضه ما اطولش عليكم يعني. انا طبعا حشيت السمك، يعني السمك اللي انا شويته ده خدت له سمكتين منه حشيتهم وهقليهم له
بس عادي هبدرهم بدقيق وحبه نشا وخلاص وهقليهم. بس يعني مش عشان ما اطولش عليكم، عشان يعني احنا عملناه قبل كده مع بعض كتير. بس يا حبايبي هعمله بقى، هقليه وبعد كده نرجع نقدم الاكل مع بعض. اهو يا حبايبي غرفنا الاكل مع بعض، بعد ما زي ما قلت لكم هغرف الاكل واوريه لكم. ادي السمك المشوي اللي احنا شويناه مع بعض. السمك ده خلي بالكم بطرخ وجميل هيعجبكم. مش بكبر السمك يعني، هو صغيره بس كلها بطروخ. انا فتحت بطنه، طلعت يعني اللي في بطنه وسبت البطروخ زي ما هو جواه. وشويته، حشيته وشويته. وده الجمبري اهو جميل. بصوا الخلطه دي بتاعته دي جميله جدا والله، ريحته كانت قلب الدنيا، والشوربه بتاعته مسكره وزي العسل. وده الرز اهو عملناه مع بعض، هيعجبكم ان شاء الله لما تجربوه. ودي صينيه البسارية. على فكره البسارية دي نسبه الكالسيوم بتاعتها عاليه جدا، يعني الكالسيوم بتاعها حلو قوي. والسردين برضو. ودي البسارية اللي انا قلت لكم هاخد حبه منها لابني وقالتها. وده برضو سمك من السمك المشوي، انا نضفته وقليته. بس انا ما عملتش معاكم عشان ما اطولش عليكم يعني. بس كده يا حبايبي، وسلطه خضراء وبصل اخضر، وتفضلوا معانا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك بتاعكم الجميل. واللي مش مشترك في القناه يشترك. وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لنا كومنت حلو منكم. مع السلامه.